السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هعملكم الكوارع بطريقة تحفة. هعملها معاكم مسلوقة بس بشوية توابل هتخلي طعمها في حتة تاني خالص. جنبيها طبق فتة، بس ايه مش زي اي فتة بقى، طعمها خطير، في تركاية كده هتخلي طعمها جميل جدا. انا وصفة الفتة دي واخداها من عمتي، الله يمسيها بالخير. يعني كانت بتعملها، بس والله طعمها جميل جدا جدا. كانت تعملها في العيد، بس نص البلد كانت تاكل منها، وكانوا بيستنوا العيد من العيد عشان تعملها. بصوا بقى يا بنات، هي سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقدات، بس انتي ركزي معايا في كل خطوة انا هعملها، وان شاء الله هتطلع معاك مظبوطة وجميلة ان شاء الله. بس اهم حاجة تغسلي الكوارع كويس خالص بشوية ملح وليمون وخل، وتحطيها في شوية دقيق ومية بقى، وتغسلي فيها كويس خالص كذا مرة، مش مرة واحدة بس. أول قبل ما أبدأ نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وندعي لأخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبتهم إن شاء الله. بصي بقى، في الحلة بتاعتك هتحطي شوية زيت، لو عندك مستكة حطي 3، ما تزوديش عليه علشان خاطر ما تمررش. لو ما عندكيش خلاص، أنا ما كانش عندي فما حطيتش. بس هنحط على الزيت، هنحط ورق لورا وبصلة وثمان حبات حبهان وجزرة وكرفس وعود قرفة، وهنقلبهم شوية كده في الزيت. بعدين هنحط عليهم الكوارع، بس تخلوا الكوارع بقى تتشوح كويس في الزيت. بعدين هننزل عليها بملح، معلقة كبيرة ملح، ونص معلقة فلفل ونص معلقة كزبرة، بس وتقلبي فيها كويس. بعدين هتجيبي بقى مية مغلية من الكتل، او تغلي انت مية جنبك على البوتاجاز وتحطيه عليها، وتكفي بقى الحلة، وتخليها كت ساعة في حلة الضغط، وان شاء الله تطلع مستوية. بس لو مش في حلة الضغط هتسيبيها بقى ساعتين الا ربع. ما تبخلوش بقى عليا باللايك والشير والاشتراك في مطبخ اماني عابدين على اليوتيوب، وعلى الفيس تعملوا لي متابعة اماني عابدين بالعربي. وجربوا الطريقة دي والله ما هتندموا، هتعتمدوها على طول. يعني كل ما يكون عندكم مكارع هتعملوا نفس الطريقة دي، وبالذات في الفتة كمان هتعجبكم خالص. بس كده بعد ما خلصت الكوارع، وحطيت لها المية وحطيت لها التوابل بتاعتها وكل حاجة، هقفل عليها واسيبها بقى مع نفسيها. حاجة في طاسة بقى هحط شوية سمنة، سمنة بلدي، سمنة نباتي، زيت براحتك زي ما انت عايزة، اللي متوفر عندك، وثلاث فصوص توم وتكون مهروسين ناعم، وهنحمرهم شوية مع بعضيهم. بعدين هننزل عليهم بشوية طماطم. عادي لو عايزة تضاعفي كمية مثلا توم، عايزة تعملي كمية كبيرة أكتر من اللي أنا هعمله. مثلا العصير بتاعي، عصير الطماطم اللي أنا عاملاه 4 طماطمات بالظبط، فحطيت 3 فصوص توم وحطيت عليهم شوية الطماطم، فانت عايزة تكتري كتري بس. وحطيت عليها معلقة شاي اللي هي الصغيرة فلفل وكمون، وما تنسوش السكر لازم عشان خاطر يعادل الحموضة اللي في الطماطم بس. وحنزل عليها ب3 معالق خل. بعدين بقى ادوقها اشوف الملح هتحتاج كتير ولا قليل، واحط شوية ملح واسيبها بقى تتسبك مع نفسها خالص. بعدين بقى هعمل الرز الابيض. مفيش حد ما بيعرفش يعمل الرز الابيض. هجيب شوية سمنة أو زيت براحتك اللي عندك، وهتحط عليهم رز كوبايتين 3 قد ما انت محتاجة بس. واقعد اقلب كويس فيهم. انا من النوع مش بحب احط توابل في الرز بصراحة، ولا كزبرة ولا كمون ولا فلفل، بحب اخليه على كده بس. هحط الملح واحط المية واسيبه بقى مع نفسي كده يستوي. التركة بتاعة الفتة بقى هنا، هتجيبي طاسة وتحطي فيها شوية زيت، وتحطي عليها توم مهروس قد ما انت عايزة، وتحطي عليها 3 معالق خل بس. بعدين هتجيبي بقى الشوربة بتاعة الكوارع وتحطي عليها قد ما انت محتاجة بقى. الفتة اللي هو هتسقي بيه العيش بس، هتسيبيها هتغلي شوية مع نفسيها، تحطيها على العيش المحمر او المتحمص. بس اهم حاجة ما تحطيش العيش طري، مش هيبقى طعمه حلو. عايزة تحطيها في عيش اللي هو الشمسي بتاعنا العادي، عايزة تحطيه في العيش اللي هو الفلاحي، تحطيه عيش مصري براحتك. بس اهم حاجة تخليه متحمص، تحطيه في الفرن يتحمص مع نفسه، يا اما في شوية زيت وتحمصيه بس. هنجيب بقى شوية الشوربة اللي انا عملتها واسقي بيها العيش، واسيبه كده كد دقيقتين. وبعدين هحط الرز، افلفل الرز كده عليه بس. بعد ما احط الرز هحط شوية الصلصة بقى، وبعدين هحط عليها الكوارع وتاكلوها بالهنا. لو اخدتوا بالكم شوفوا كده الشوربة طالعة دسمة بتاعت الكوارع، والكوارع اساسا طالعة دايبة وطعمها كان جميل جدا. يا ريت تجربوا الوصفة بتاعتي دي وتكتبوا لي في التعليقات اذا كان الفيديو عجبكم، وتصلوا على النبي في التعليقات تحت. ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك علشان الفيديو يوصل اسرع للناس. واللي لسه ما اشتركش في قناتي يلا بسرعة
اعمل لي اشتراك مطبخ أماني عابدين على اليوتيوب، ومتابعة على الفيسبوك أماني عابدين بالعربي. يا رب يكون الوصفة نالت إعجابكم، وأشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.